السلام عليكم ورحمة الله. واش عارفين ان نسبة البطالة في المغرب وصلت لمستوى خطير وكيرعب؟ وهذا الشيء ماشي غير ارقام، بل واقع كيأثر على حياتنا اليومية، على الشباب وعلى مستقبل بلادنا كامل. في هذا الفيديو غادي نفضحوا الاسباب اللي وصلتنا لهذه الازمة، ونتناقشوا الحلول اللي كاينه وكيفاش نقدروا نحولوا هذا التحدي الى فرصة نجاح. ما تفوتوش هذا النقاش لانه ممكن يغير النظرة ديالكم على الوضع كامل. تابعوا معنا الحلقة واشتركوا في القناة وديروا جيم للفيديو باش يوصلكم كل جديد. رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين مبارك السباعي وصف وضعية سوق الشغل في المغرب باللي كتخلع، وقال باللي الارقام الاخيره اللي خرجت بها المندوبيه الساميه للتخطيط على الاحصاء العام للسكان والسكنه كيكشف على ارتفاع مهول في البطاله ووصل 21.3%، مع تفاوت كبير بين الجهات، حيث وصل اعلى معدل ل 31.5%. في الرد ديالو على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري على سؤال حول ارتفاع البطالة، قال السباعي باللي هاد الارقام كتشير لفشل ايجاد حلول لمشكل البطاله، وكيسائل السياسات العموميه اللي كتنهجها الدوله في هذا المجال. واوضح المسؤول الحكومي باللي المشكل ماشي غير في قله الفرص الشغل، ولكن حتى في العجز ديال السياسات في الحفاظ على مناصب اللي كاينه، خاصه بعد ما الاقتصاد الوطني فقد عدد كبير من مناصب الشغل في السنوات اللي دازت. واضاف السباعي باللي 3 مليون فرصه شغل ضاعت بسبب ازمه كورونا، و300 الف فرصه ضاعت، منهم اكثر من 200 الف في القرى بسبب الجفاف اللي داير حاله والسياسه الفلاحيه اللي ما عطاتش النتائج المطلوبه. واعتبر ان الهدف ديال خلق مليون فرصه شغل في هذه الولايه و500 ألف فرصة إضافية حسب ميثاق الاستثمار الجديد صعيب يتحقق. السباعي سول الحكومة على الرؤية ديالها باش تحافظ على المناصب اللي كاينة وتسترجع الفرص اللي ضاعت، وعلى التدابير اللي غاديين يديروها لتعويض فقدان الشغل ضمن ورش الحماية الاجتماعية. وفي نفس الوقت قدم السباعي مجموعة ديال الحلول بحال تحسين مناخ الأعمال، تشجيع الاستثمار في القطاعات اللي كتخلق بزاف ديال المناصب بحال الصناعة، الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وطلب باش يتم توزيع الاستثمارات العمومية بعدالة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي كتشكل أغلب النسيج الاقتصادي والوطني وكتشغل نسبة كبيرة من العمال. وذكر السباعي أن في 2023 الحكومة استعملت غير 4500 منصب من أصل 27000 منصب مالي، يعني 15% فقط، وكيطالب باستغلال المناصب المالية بشكل أفضل في السنوات الجاية. من منظور اجتماعي كنقولوا على ان تحليل الوضعيه اللي وصفها المبارك السباعي حول سوق الشغل بالمغرب كيبرز جوانب عميقه من التحديات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي كتواجه البلاد، وكيكشف عن تداخل عوامل هيكليه وثقافيه وتاثيرات خارجيه، مما كيتطلب قراءه معمقه للواقع. اولا، الأزمة الهيكلية لسوق الشغل، معدل البطالة المرتفع والتفاوتات المجالية اللي وصلت الأرقام مهولة كيبرز وجود أزمة هيكلية في النظام الاقتصادي. هذا الشيء راجع بالأساس لاعتماد الاقتصاد الوطني على قطاعات غير مستدامة أو كتكون مرتبطة بالعوامل الخارجية بحال السياحة أو الفلاحة اللي كيأثر عليها الجفاف وكوارث الطبيعة. الجفاف المتكرر والمحدودية ديال السياسة الفلاحية كيخلي المناطق القروية هي الأكثر تضررا، وهذا الشيء كيكرس الهجرة القروية ويزيد الضغط على المدن اللي أصلا هي في طالع. ثانيا، الفجوة بين التعليم وسوق الشغل، من وجهها هي الفجوة العامة للنظام. كاين شباب مغربي كيتخرج ولكن ما كيحصل حتى على تكوين كيتماشى مع متطلبات السوق، وهذا الشيء راه كيساهم في ارتفاع معدل البطاله خاصه بين الشباب الحاصلين على شهادات جامعيه. وهذه الفجوه كتعكس غياب رؤيه استراتيجيه لتكييف التعليم مع الحاجيات الفعليه للاقتصاد. ثالثا، ضعف التعويض فوق الشغل اللي كتكشف على
خلل في النظام ديال الحماية. هذا المنظومة إصلاح شامل باش تغطي الفئات الهشة وتحمي العمال من آثار الأزمات الاقتصادية اللي كتسبب فقدان المناصب. رابعا، العدالة المجالية والتنمية غير المتوازنة. التفاوتات الكبيرة بين الجهات راه كتعكس نموذج تنموي غير متوازن، بحيث كتركز الاستثمارات والبنية التحتية في جهات معينة وكتهمش جهات أخرى. هذا التهميش كيخلق نوع من الإحساس بالغبن والإقصاء، وكيزيد من الهجرة نحو المدن الكبرى، مما كيعمق مشاكل البطالة والسكن العشوائي. خامسا، الثقافة الاجتماعية والسياسات العمومية. من الجانب خاصنا نعترفوا باللي البطالة راه ماشي غير مشكل اقتصادي، ولكن حتى مشكل اجتماعي وثقافي. البطالة راه كتخلق نوع من الإحباط وفقدان الأمل في الشباب، وهذا الإحباط كيترجم أحيانا للعزوف عن الزواج، انخفاض نسبة الولادات، أو حتى الهجرة غير الشرعية. فالسياسات تحتاج ما حلول اقتصادية ولكن تدخلات اجتماعية كتعزز الثقة في المستقبل. البحث عن حلول مستدامة. باش نواجهوا هذه الوضعية خاصنا نخدموا على تنويع الاقتصاد المغربي والتركيز على القطاعات اللي عندها إمكانيات كبيرة في خلق مناصب الشغل، بحال التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعة. في المقابل خاص توزيع الاستثمارات يكون كيعتمد على العدالة المجالية مع خلق فرص شغل حقيقية في القرى باش نوقفوا نزيف الهجرة. الوضعية الحالية ديال سوق الشغل في المغرب راه كتعكس تحديات عميقة ومركبة كتطلب جهود شاملة ومتكاملة. الإصلاح مخصوش يقتصر على الاقتصاد فقط، ولكن خصو يمس حتى الجوانب الاجتماعية والثقافية مع إشراك الجميع في بلورة حلول واقعية ومستدامة. لأن البطالة ماشي غير أرقام وإحصائيات، ولكن واقع كيعاني منه الآلاف وكيهدد الاستقرار وتماسك المجتمع. من المنظور الاقتصادي، الوضعية اللي وصفها مبارك السباعي حول سوق الشغل كتكشف عن تحديات اقتصادية عميقة مرتبطة بضعف النمو الاقتصادي، التبعية القطاعية، وقصور السياسات العمومية عن تقديم حلول مستدامة. باش نقدموا تحليل شامل خاصنا نركزوا على عدد كبير من المحاور، من بينها ضعف النمو الاقتصادي. فالاقتصاد المغربي راه كيعاني من بحيث الدولة كتعتمد بشكل كبير على قطاعات تقليدية مثل الفلاحة والسياحة والفوسفات. الفلاحة هذا القطاع كيشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة، ولكن راه كيضل هشا بسبب الاعتماد على الأمطار، وسنوات الجفاف المتتالية أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، مما زاد من معدلات البطالة في العالم القروي. السياحة رغم تعافي القطاع بعد جائحة كورونا كيبقى عرضة للتقلبات الخارجية مثل الأزمات العالمية. وبالنسبة للمحور ديال التفاوتات المجالية، الاقتصاد المغربي كيعاني من تركيز التنمية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط، بينما كتعاني جهات أخرى من ضعف الاستثمارات والبنية التحتية. النتيجة وهي ارتفاع معدلات الهجرة الداخلية، مما كيفاقم الضغط على المدن الكبرى ويزيد من التعديات الاقتصادية والاجتماعية. ثالثا، سياسات التشغيل غير فعالة. برامج التشغيل الحالية مثل الأوراش وفرصات كتعتمد على حلول مؤقتة وغير مستدامة. الإشكالية هذه البرامج راه ما كتوفر وظائف دائمة وما كتستجب لاحتياجات السوق، كما أن القطاع الخاص كيعاني من عوائق عدة مثل ضعف التحفيزات والإجراءات البيروقراطية. وكذلك رابعا، وهي تأثير أزمة كورونا والجفاف. كورونا فقد الاقتصاد المغربي حوالي 3 مليون فرصة شغل، مما زاد من هشاشة سوق العمل. والجفاف أثر بشكل كبير على الإنتاجية الزراعية وعلى دخل العاملين في المناطق القروية، والنتيجة تعمق الأزمة الاقتصادية وتزايد الضغوط الاجتماعية. خامسا، وهي محدوديات الاستثمار. رغم إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى خلق 1.5 مليون منصب شغل، كيواجه هذا المشروع تحديات كبيرة
ضعف التمويل، محدودية الموارد المالية، وعدم الاستغلال المناصب المالية. كما ذكر السباعي 4500 منصب فقط من أصل 27,000. وغياب التركيز على القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا الحديثة والطاقات المتجددة. سادسا السياسات المالية والضريبية. الجبايات الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي كتمثل 98% من النسيج الاقتصادي كتعاني من عبء ضريبي ثقيل وضعف التحفيزات، مما كيدفع العديد منها نحو الإفلاس. والاستثمارات العمومية وتوزيع غير عادل للاستثمارات كيحد من التنمية المتوازنة بين الجهات. الحلول المقترحة للتغلب على الإشكاليات الاقتصادية يمكن تبني مقاربة شاملة كتركز على تنويع الاقتصاد، بحال التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية. تعزيز العدالة المجالية، توزيع عادل للاستثمارات والبنية التحتية لتحفيز التنمية في المناطق المهمشة. إصلاح سوق العمل، توفير برامج تدريبية وتأهيل كيتماشى مع متطلبات السوق، وتحفز الشركات على خلق فرص عمل جديدة. تحفيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تقليل الضرائب وتوفير دعم مالي وتقني للشركات المهددة بالإفلاس. إدارة فعالة للموارد المائية، مواجهة ديال تحديات الجفاف من خلال الاستثمارات في مشاريع تحلية المياه وتقنيات الري الحديثة. فالوضعية الحالية أخوتي راه كتستدعي إصلاحات جذرية للهيكل الاقتصادي بالمغرب. التركيز على تنويع مصادر النمو، دعم الابتكار، وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة يمكن أنه يشكل خارطة طريق باش تعزز الاستقرار الوطني وتقليص معدلات البطالة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.